السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتوني ونورتوني في قناتي حكاية من كل بيت. وقبل ما أبدأ فيديو النهاردة بفكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وأنا سايبة طيب اللايك ده ذوق منكم. بصوا يا جماعة، حكاية النهاردة يمكن كتير سمع عنها. حكاية بنت اسمها فرح من الكويت. بجد أي حد سمع عن حكاية فرح أكبر وجعت قلوب أي حد عرف حكايتها. الحكاية بتبتدي منين يا جماعة؟ فرح أكبر دي بنت كويتية من الكويت، تبلغ من العمر 22 سنة، متزوجة ومعاها بنتين، عايشة سعيدة في حياتها جدا مع جوزها ومع بناتها. وعايشة حياة سعيدة جدا. في يوم من الأيام خدت بناتها الاتنين ونزلت تفسحهم في حديقة قريبة من البيت اللي ساكنة فيه. شافها واحد عسكري أو بيعمل يعني كفرد من أفراد الشرطة، اسمه فهد. الشاب ده اسمه فهد، عنده 30 سنة. فهد لما شاف فرح أعجب بيها جدا جدا، وعجبته فرح لأنها كانت على قدر عالي من الجمال. تاني حاجة يا جماعة، قعد يعترض طريقها طبعا، يعاكسها. قعد يتتبع خطواتها، عرف هي منين، عرف هي اسمها ايه، عرف هي ساكنة فين، عرف عنها كل حاجة. بدأ فهد هنا يا جماعة يضايق فرح بكل الطرق، بكل السبل اللي يقدر عليها. وفرح قالت له مرارا وتكرارا: أنا ست متجوزة وبحب جوزي ومعايا بنتين عندي بالدنيا وما فيها. قال لها: أنا بحبك وعايزة أرتبط بيكي. قالت له: أنت ما بتسمعش، بقول لك أنا متجوزة ومعايا بنتين. في كل مكان يعترض طريقها. لحد ما وصل إنها كانت رايحة في يوم البنك مع والدتها، اعترض طريقة أمام والدتها، وعرفت أمها في الوقت ده إن فهد فعلا بيضايق فرح. اتجهت لأقرب اسم شرطة وقدمت فيه بلاغ إنه بيضايقها وبيعاكسها، ومش عارفة تعيش حياتها مع جوزها وأولادها بشكل طبيعي. هنا فهد اتجنن لما قدمت فيه بلاغ. طبعا خلاها برضو نازلة مع أولادها، خطفها هي والبنتين وقال لها: لو ما تنزلتيش عن المحضر اللي عامله فيكي هعمل واسوي فيكي. فرح هنا قالت له: مش هتنازل عن حقي، انت ضايقتني ودمرت حياتي. هنا كان معاه سكينة. فهد طلع السكينة وهو خاطفها وخاطف البنتين في العربية، قتل فرح أمام بناتها. لكم يا جماعة ما تتخيلوا المنظر، منظر مأساوي. بالصدفة المكان اللي قتل فيه فرح كان قدام مستشفى، الكاميرات كانت مراقبة كل حاجة. لما البنات طبعا في انهيار تام، عقبال ما نقلوها لداخل المستشفى وعملوا لها الإسعافات وكده، كانت فرح فرقت الحياة. حق فرح لازم يرجع يا جماعة. جريمة بشعة يشهد